طب يا جماعة عندي سؤال ليكوا، تتكلم انجليزي بره مصر اصعب ولا تتكلموا جوه مصر؟ انهي اصعب فيهم بالنسبة لك؟ طبعا انت تقول يا عم بره مصر، يا عم ده اجانب وبتاع، اتكلم معاهم ازاي؟ لا انا بتكلم في مصر احسن يعني. طبعا الكلام ده في الكنافة، قسما بالله بره ما حدش بيعبر اصلا الاكسنت بتاعتك ولا الطريقة اللي بتتكلم بيها، ولا بتنطق صح ولا بتنطق غلط ولا الكلام ده. ان شاء الله تكون مشلح بقك وبتمضمض الحروف وبترميهم في وشه. هو بيلم الحروف ويتاكد ان هو فاهمك، فاهمك خلاص شكرا، مش فاهمك هيقول لك عايش ممكن تعيد تاني بس يعني فاهم، ونفهم بعض كده. حتى لو انجليزي بريتش اللي هو ديفيد بيكهام واقف قدامك، بس هو بيقول لك فاهم تمام ماشي، مش فاهمك خلاص، طب عيد تاني عيد تاني خلاص بقى، نروح نتكلم بقى على الجبنه الرومي مثلا، او نتكلم في مواضيع سهله اللي هو اي جو تو سكول باي باص والكلام ده عشان نفهم بعض بس. انما مفيش بقى بي فور بوي وبي فور بي بي دي عندنا بقى. تبقى انت شغال في مصر مثلا في شركه مالتي ناشونال، ويجي لك زياره من بره واحد انجليزي، تيجي مثلا انت تدور عليك بتتكلم وعايز ترحب بالراجل، يعني تقول له الف شكر على الزياره الجميله دي، تقول له all the people are happy to see you. يعني والله في كل شركه في كل اداره في كل تيم في ناس ولا بيركزوا في التارجت ولا بيركزوا في الشغل ولا اي حاجه، هم مصروف عليهم شويه تعليم كده بالحظ، فمركزين مع الانجليزي بتاع المصريين بس. الراجل كان جاي معاه راجل جنسيه تانية بقى يتكلم باكسنت عاديه، ما مركزوش معاه، مركز مع المصريين بس. معاك انت لا، احنا قاعدين لك على التي وعلى الاس والاكس والواي زد، انت ما فيش. وبعدين انت ازاي تقول للراجل بيبول؟ باشا مش بيبول يعني ناس، والراجل فهم انا بتكلم عن الناس ولا على الكلاب؟ عن الناس. ولما قلت له هابي، فاهم ان انا مبسوط ولا فاهم ان انا عندي امساك وعايز اخش الحمام ولا ايه بالظبط ظروفك؟ وبعدين انا قايم اخش الحمام، حمام يلا، اسمه تويلت. تويلت يا باشا، حمام، ريست روم، دبليو سي، ما انت فهمت انا رايح، هي حاجه واحده هتنزل هناك، مهما كان غيرنا الاسم هي حاجه واحده هتنزل هناك. ولما حد يجي يسال عليا يبقى اقول له انت تويلت، ولا انت هتقول له معلش اصل احمد قال حمام فراح اوضه البرينتر يفك نفسه؟ فده بيرمي عندك شعور لا ارادي كده من جواك ان انت تبقى خايف تتكلم انجليزي قصاد اي حد. ليه؟ عشان ده في فار في الاداره يابا، كل ما حاجه اتكلم كلمتين يقول لك صفاره فار يفتح الكاميرا ال بي تي اي احي، الواد ده ما يتكلمش انجليزي تاني بقى. احلق لهم تماما. عايز تطور من نفسك يا ابني انت لدنيتك ولعيالك والكلام ده والفوقان دماغك ماشي، مش عايز تطور من نفسك اهم حاجه الناس تبقى فاهماك، بتتكلم بقى وانت جايب مارش رافع الكبوت عادي، المهم الناس تبقى فاهماك. ده في واحد يا جماعه بيعمل كونتنت بيتكلم على العرب اللي بيتكلموا انجليزي وبيشوف الانجليزي بتاعهم صح ولا غلط، وفي الاخر يقول لك لا دول يجي ياخدوا عندي كورس بقى قال لك ليتس بوز محمد صلاح انجلش تو تيست. حط حبيبي يا انت عارف محمد صلاح ده من النجريج، عشان واحد من النجريج يوصل ان هو بيتكلم على البرنس هاري وبرنس شاري وبيلعب اتاري بالانجليزي والدنيا خربانه معاه، بيعمل انترفيوهات بالانجليزي. انت عارف صلاح ده فين؟ يلا يا فس عوامتك يلا شويه. يا ريت يا جماعه نفس العوامه على بعضينا شويه، عشان احنا الدنيا عرقانه واحنا عرقانين والدنيا خربانه خالص. فهدي هدي هديها خالص.